من الجزائر عبر الهاتف. سيد بالحاج، أرحب بك في أضواء الأحداث، وتساؤلي كيف تنظرون لما أعلنته الحكومة الجزائرية وما يناقشه البرلمان الجزائري الآن من قوانين يعتبرها بداية لإصلاح سياسي ونتيجة لما وعد به الرئيس الجزائري بوتفليقة؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة وبركاته الله. وعلى ضيفك عبد الله أنس. قبل أن أجيب على هذا السؤال، ينبغي علينا أن ندرك مسألة. النظام أو العصابة الحاكمة في الجزائر بصفة أدق، ونحن نملك من الأدلة ما يثبت على أنها عصابة وهي التي تتحكم في البلاد، ما زالت تفكر بعقل أحادي في نظام تدعي أنه تعددي، تقصي الجميع كل من يخالفها في الرأي، سواء كان إسلامي أو ديمقراطي أو لائكي، تقصي كل من يخالفها في الرأي من المشاركة ومن الإدلاء برأيه في الشأن العام. وأكبر دليل على هذا أنها أصدرت قوانين تمنع شريحة كبيرة في الجزائر من ممارسة حقوقها السياسية التي تتمتع بها شرعا ودستورا، بل حتى على ضوء المواثيق الدولية التي وقعتها الجزائر. ولذلك المشكلة في الجزائر ليست القوانين، لا قوانين الانتخابات ولا قوانين الإعلام. المشكلة في الجزائر هو ذهاب هذا النظام وإيجاد مرحلة انتقالية يسلم فيه الحكم إلى الشعب الجزائري ليختار بين البدائل المعروضة عليه بكل حرية وبكل شفافية. ولكن سيد بالحاج، يعني ما لا يدرك جله لا يترك كله. يعني في هذه القوانين الآن، على سبيل المثال قانون الإعلام الذي نشر وتحدثت عنه الصحافة الجزائرية مطولا، البعض يرى بأنه بداية حقيقية بعد أكثر من نصف قرن على احتكار الدولة للإعلام، يسمح للأصوات الأخرى أن تنشئ محطات تلفزية وإذاعية خاصة، وأن يتم التعبير عن الرأي وبشكل حر داخل الجزائر. أليس ذلك إيجابيا؟ كلما اتخذت هذه العصابة الحاكمة إجراء، هنالك من يشرح فشلها ويبرره ويأتي إلى بيان على أن هنالك محاسن وكذا وكذا وكذا. إذا الساحة السياسية في حد ذاتها، الساحة الإعلامية مستعمرة. لا، حتى هذه الصحافة لا تفتح المجال لمن يخالف الرأي. هنالك أطراف تخالف الرأي. عندكم في بريطانيا قد يكون الإنسان ليس له حزب، ولكن عنده رأي يفتح له المجال. احنا في الجزائر في الحقيقة ينبغي أن ندرك بأن هذه حلول ترقيعية للالتفاف على الإرادة الشعبية، وأيضا الفرار من الربيع الذي يجتاح الدول العربية والدول الإسلامية. إذا فالمسألة عبارة عن مسكنات، وستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك من الأخبار من لم تزودي. من 62 ونحن نسمع في ظل الاشتراكية، سمعنا وعود كاذبة ولم يتحقق منها شيء، وفي ظل الديمقراطية أيضا رأينا وعود من كل رئيس. كل رئيس يأتي يقول هذا أول قرار في تاريخ الجزائر، هذا أول قرار في تاريخ الجزائر، وهكذا وهكذا. الشعب الجزائري مل من هذا.